اتركوا لي خالد بن الوليد فنحن أعلم بقتال العرب. قالها عقة بن أبي عقة العربي الذي تحالف مع الفرس في فتوحات العراق، واثقا من قدرته على هزيمة خالد بن الوليد دون الحاجة لجيش الفرس. فانسحب الفرس تاركين إياه يواجه المسلمين وحده بجيش يفوق 70,000 مقاتل. في بداية المعركة طلب عقة المبارزة الفردية، فخرج إليه خالد بلا تردد. لم تمض سوى ضربتين حتى سقط سيف عقة من يده، فأمسكه خالد وأخذه على فرسه، ثم عاد به إلى جيش المسلمين وقتله. سقط قائدهم فانهارت معنويات جيشه، ولم يصمدوا طويلا أمام المسلمين. وفي هذه المعركة الخاطفة المعروفة باسم معركة عين التمر، أتم المسلمون نصرا جديدا في طريق الفتح.